السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. ليه كل اللي بيحب يعمل أضحية بيقعد يعرضها على النت ويفرجها للناس؟ الحاجات دي بتبقى سر، بس أنا عارفهم بيبقوا ناس شبعوا بعد جوع فغصب عنهم. تلاقي الواحد منهم ما كانش شايف الفلوس ولا شايف أي حاجة، فلما ربنا يكرمه ويشتري له عجل ويذبحه يقعد يصور على النت إن هو بيزكي. ده أساسا حرام. الزكاة ده محدش يعرف أي حاجة. يعني المفروض ان الناس اللي عايزه تعمل نفسها ناس محترمه، ولا عشان اول ما مسكت الفلوس انا ببقى عارفهم اساسا من الاول شبعوا بعد جوه، فمش كل واحد يحب يعمل اضحيه يعرضها علنا على الدنيا كلها. دي بتبقى سر، بتبقى سر. يعني اللي عايز يعمل اضحيه يعملها سر، ما يعرفش اي حد. ولا انتوا بتعملوها عشان تلموا عليها فلوس؟ فالمفروض يعني الناس بتبقى فاهمه كده. فانا ببقى عارفهم ان هم شبعوا بعد جوع، لكن الناس المحترمه اللي احنا عارفينها اللي بتعمل الاضحيه بتخبيها وبتبقى سر، فاحنا عارفينهم. اما الناس اللي هم شبعوا بعد جوع بنبقى عارفينهم. فيا ريت كل واحد يجي يعمل له اضحيه ما يقعدش يعرضها قدام الناس كلها كده، وتعلموا عشان الناس ما تقولش عليكم ان انتوا اساسا شبعتوا بعد جوع.